احترام تنظيم الوقت ده شيء رائع. يعني انا دايما بصراحه لا انا ممكن ببقى قاسي شويه مع حد صغير لما بقول له على موضوع الموبايل ده، يعني بدي له مثال تاني مش عارف صعب شويه اقوله معاك يعني لو مش عاجبك بس هو انت ما تبقاش حد بيرمي لك حاجه وبتجيله يعني أيوة. ما بقاش نوتيفيكيشن بترن، ما تبقاش اداه انا خلاص انا هروح لها في وقتها، لا مش انا عبيد لآلة بالزبط. او لأداة، لان في الاول والاخر خلينا نقول، وانت يمكن انت قلت الكلام ده، هو سلاح ذو حدين في الاول والاخر. الانترنت والسوشيال ميديا والحاجات دي كانت سبب في تطور ناس كتير جدا ووصولهم لأهداف بعيدة، وكانت سبب في دمار ناس كتير جدا ونهايتهم زي ما بنقول. فانت هنا برضو معيار الوعي، ان انت تقدر امتى تستخدم الحاجة وامتى تستفيد منها وامتى ترفع على نفسك. انا والله انا هعمل شغل وهيرهقني جدا وهكافئ نفسي بعد الشغل ده مثلا بحاجه معينه، سواء بقى نت، تلفزيون، حاجه من الحاجات دي. مكافاه الانسان للحاجات الشاقه دي انا بعتبرها من الحاجات اللي اكيد